السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض التورته الجميله الكيوت دي. تنفع عيد ميلاد، تنفع لاي مناسبه تانية. قبل ما نقول عملناها ازاي، يلا بينا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واللي مشتركش في القناه ما تنساش تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك اشعارات بالفيديوهات الجديده. هنا انا خبزت الكيك في صينيه، صينيه فرن عاديه جدا. عملته على مرتين، مره فانيليا ومره شوكليت، بس عملت الفانيليا ضعف مقدار الشوكليت عشان انا هقسمها طبقتين. انا كده هقشر الوش واقسمها طبقتين. بصوا الكيك هش ازاي، هش وخفيف وناعم كده وابيض من جوه، بجد كان طعمه حلو قوي. ودي الشوكليت برضو هعمل فيها نفس الموضوع. البورد بتاعتي حط عليها سنه كريمه زي ما احنا متعودين مع بعض، وهحط عليها اول طبقه فانيليا وهسقيها كويس جدا بالسيرب اللي هو عباره عن ميه وسكر وسنه فانيليا، او ميه وسكر بس، سيرب خفيف خالص. احط طبقه كريمه، وكمان احط صوص مانجا. ده كان عندي، يعني لو انتي مش عايزه تحطيه ممكن تحطي فواكه او اي صوص من جوه. وبعدين احط الطبقه التانية اللي هي شوكليت، وبرضه هسقيها كويس واحط عليها من فوق برضه كريم جانتيه، واحط عليه على الكريم جانتيه من فوق جناش شوكليت. طبعا عشان الطبقه دي شوكولاته فهنفجرها شوكولاته. ممكن نحط شوكولات شيبس، ممكن نحط شوكولاته كده مبشوره، يعني اي حاجه تعزز معاكي طعم الشوكولات. هوزع الشوكولاته كويس، احط الطبقه الثالثه وبرضه هسقيها حلو قوي. بالذات طبعا احنا دخلنا في الشتاء خلاص، هنبدا نسقي كويس جدا عشان الكيك بتاعنا ما ينشفش. وهحط طبقه كده بسيطه خالص من الكريم جانتيه، وهغلف بيها التورتايه بتاعتي كلها واشيلها في التلاجة ساعه كده، او يعني ساعه نص ساعه بس، تمسك وتشد كده والكريمه تمسك مع الكيكه. وبعدين اخرجها اجلسها كده. انا دخلتها التلاجة وخرجتها تاني، هبدأ بقى اجلسها من الجناب واجلسها من فوق كويس بالسكرابر، بمسطرة بتستعمليها بس للحلويات. هجلسها كده كويس من الجناب ومن فوق واسويها كويس. سهلة جدا ومش هتاخد وقت خالص، وزي ما قلت لكم في الاول تنفع لكل المناسبات. بس باختلاف بقى، يعني هنغير في الصورة. التورته دي كانت بصورة عشان كانت عيد ميلاد، ممكن احنا نغير في الصورة نحط توبر او ما نحطش صور خالص، نعملها نصين. ده اللي هو السكرابر اللي هو مشرشر كده. عملت الجناب وهبدأ بقى ألزق الصورة دي، الصورة اللي أنا هلزقها. طبعا عشان ألزقها لازم أبعدها عن الكريمة، فهحطها من ورا شوكولاتة بيضة. هدهن من ورا الصورة كده، من ورا بشوكولاتة بيضة، وهبدأ أحطها في نص التورتة بالظبط. ده جناش شوكولاتة عملته عادي جدا، ربع كيلو شوكولاتة، 250 جرام شوكولاتة خام، و100 جرام لبن، ومعلقة زيت على حمام بخار مية، وبدأت ان انا انزل بيه دريب على التورتة كلها. دي برضو اشكال شوكولاتة انا عاملاها بالحروف بورقة ترانسفير. عملت اسم صاحب العيد ميلاد واتش بي دي اللي هي هابي بيرثداي، وحطيتهم كده. لقيتها برضو لا قافله شويه كده وكاتمه. عملت طبعا هرص الفاكهه كده من على جنب. انا حطيت هنا تفاح وحطيت على التفاح سبرينجلز. انت ممكن تحطي تفاح وكيوي مثلا، مانجا، اي فاكهه من الموجوده للفتره دي يعني في السوق. ده عندي اللي هو الدست الذهبي ونقطه فانيليا كده، هدوبهم مع بعض وهلون الحروف اللي انا عملتها بالشوكولاته عشان ما تبقاش غامقه، يعني تفتح شويه الصوره معايا. طبعا فتحت ودت شكل حلو قوي. بس كده خلاص خلصتها. هبدأ ألون الحروف اللي فوق وحروف الاسم، وهرش سبرينجلز على التفاح من الناحيتين. ممكن تعملي بولات مثلا بكريم جانتيه من عند القاعدة كده من تحت، وممكن تسيبيها كده. ده سبرينجلز، حطيت واحدة كده ما بين كل حرف والتاني. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدوسوا لايك عشان يوصل عدد كبير من الناس، واشوفكم فيديو جديد قريب ان شاء الله. باي باي.